بدك إياها من الآخر؟ لا تحاول تسيطر ولا على أي شيء، ولا على أي شيء. لما توصل لمرحلة 9 وتلاقي حالك بنفس مكانك، لا عم تتحسن ولا عم تتقدم، بس عم تحترق، عم تشعر بتعب وإجهاد شديدين، بدك تبكي بس ما قادر، بدك تفضفض بس ما عارف لمين بدك تحكي وشو بدك تحكي، وخايف لا يتمسخروا الناس على وجعك. لما توصل لهالمرحلة اعتزل الناس جميعا ورتب عقلك وقلبك كما ترتب غرفتك تماما. شلون بتلاقي المخدة بمكان والغطا بمكان والتخت قايم قاعد، وبتفتح الخزانة كنزي هون وبنطلون هون وتياب داخلي هون؟ رتب عقلك على هذا الأساس مثل ما بترتب غرفتك تماما بالضبط. وأول ما ترتب عقلك به عندما تعتزل الناس وبتعتزل جوال وكل شيء وهيك بتفكر مع حالك من أول وجديد بأن تجدد نيتك. أنا كرمال مين كل هالتعب وكل هالسعي؟ كرمال مين عم اشتغل؟ كرمال مين عم ادرس؟ كرمال مين حاولت جيب العلامة الحلوة وما جبتها؟ مشان حالي؟ أنا قدام حالي سيء جدا. جبت علامة حلوة أنا منيح جدا، ولكن راحت هالفرحة لأنه طلع في كتير ناس أحسن مني، في 8 مليار على وجه الأرض، كل واحد يتفاضل على الثاني بأمر معين. كرمال مين عم اشتغل وعم حاول جيب المصاري مشان اصرف وما عم اقدر مشاني أنا، لأنه أنا عم أتعب واجتهد وحاول، أنا سيء جدا لأنه راتبي ما عم يتحسن. إذن أنا كرمال مين عم أسعى؟ لما تدور وتدور وتدور تفتح القرآن الكريم مشان تجدد نيتك، تجد قوله تعالى في سورة النجم: وأن إلى ربك المنتهى. فعندما تبدأ بترتيب عقلك ونيتك على هذا الأساس وعلى هذه الآية وأن إلى ربك المنتهى، تتغير الصورة في عقلك تماما، ويبدأ الصراط المستقيم بالظهور من أول وجديد. من أول وجديد بتلاقي البوصلة بلشت تتوجه صح مرة تانية بعد ما أضعتها من زمان. تلاقي حالك بلشت تشوف طريق الصحيح. أي نعم، ما جبت العلامة الحلوة، ولكن قدر الله تعالى بهذا القدر الذي قرأته أنه شر خيرا لم أكن أتوقعه. كنت عم أمشي بهالطريق، فجأة رب العالمين خلاني انعطف لقدر آخر تماما ما كنت شايفه. بتلاقي إنه هاي العثرة لازمة، وأنا ما كان لازم فوت مثلا جيب العلامة التامة وفوت طب، لأني بخاف من الدم وبرتعب وما بتحمل إني أعمل عمليات. فبالتالي لما بتخرج دكتور بلاقي حالي مثل أي طبيب معلق شهادته طبيب قدام العالم، ولكن أنا قدام حالي بكون مخذول، لأنه العالم تنبسط فيني وبتقول يوم يومين وثلاثة وأربعة وسنة وسنتين وخمسة وعشر سنين بتقول إنه هذا دكتور، ولكن هذا الشخص قدام حاله بحس إنه ما عم ينجز شيء، ما أنجز غير الصورة اللي ظهرت قدام الناس، وكم في دكاترة أحسن مني. فالعثرة اللي عرضني إلى رب العالمين هو توجيه إلى قدر أفضل مما أراه بكثير. عندما كنت أدعو وأقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله، صلاح شأنك بهذه العثرة. لذلك من تمام الإيمان بالقدر خيره وشره. عندما سأل سيدنا جبريل سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعليهم السلام: ما الإيمان؟ فقال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. القدر في شر؟ في شر، لأن الشر يودي إلى الخير والخير يودي إلى الشر. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأن إلى ربك المنتهى. لما بتجدد نيتك على هالأساس بتصير تحسن بعملك لكي يليق بالعرض على الله، ما مشان سيطر على شيء، ولا مشان نتنافس مع حدا، ولا مشان أقول ليش هذا الشخص ما أنا، لأني قد قرأت قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. خلص يا رب، انت عارف انه هذا قدري، وانت شايف انه هاي الكمية او هاي النتيجة او هذا الشيء اللي عم اوصل له جيد، فانا رضيان يا رب. لذلك من أذكار الصباح والمساء: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه الكلمات لا نقولها بس مجرد كلمات كليشي، لا هي كلمة كليشي يعني مثل ما نكتب رسالة ونكتب المقدمة، هي ما مقدمة، هي تذكرة كل يوم إني أنا ما عم أسعى مشان حالي، لا عم أسعى ضمن دائرة الرضا عن أقدار الله. فعندما ترضى عن أقدار الله تتعامل مع خيرها وشرها بأحسن ما عندك، لأنك متذكر النية وأن إلى ربك المنتهى في أعمال يجب أن تليق بالعرض على الله،
وفي شربة من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أريد أن أفوتها، وفي جنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن أحسن عملا. والله تعالى يقول في سورة الملك: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. رح تكون ماشي وأمورك طيبة بقدر محدد، وبتلاقي حالك إنه أكيد رب العالمين فاتح علي وأموري بخير، فجأة تتعرض لمطب، وهذا المطب مثل سؤال النكش بالفحص تماما. بليتك بهالبلاء، شو رح تعمل تجاهه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. لذلك كان في اقتباس رائع يقول: إن الله يعطي أقوى معاركه لأقوى جنوده، فأبدع في معركتك. كل ما تلاقي الهم تقل والوجع تقل، معناتها الامتحان تقل، معناتها العلامة والأعمال التي تليق بالعرض على الله رح تلاقيها عظيمة. احنا بنقول بمثل شامي: الأجر على قدر المشقة. تلاقي أحمالك وإن شاف الشخص المقابل إنه تقيل كتير، بتلاقي إنه على رغم تقله وعلى رغم كبره وكأن جبال على ظهرك، تلاقي في قوة خفية عم تسندك. وهذا أيضا من تمام الإيمان، إن الله تعالى يقول في بداية سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون أن الله معهم. أنت ما لحالك، إيجابي موجودة، ما في شيء مخفي، في سند وفي مدد من الله تعالى. لذلك يقول سيدنا لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. أنت ما لحالك، على شو خايف؟ يأتي بها الله. على شو عم تفكر كتير؟ يأتي بها الله. أنت بس امشي مع الله، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك. اترك كل الناس بحالة، اللي عم يلومك واللي عم يعاتبك واللي عم يقول لك ما رح تنفع وما رح توصل، اترك كل الناس، خليك مع وعد الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. كن مع الله ترى الله معك.